سائق وامرأتان، الحلقة الأولى. في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان حي الشرف من بين الأحياء الراقية بطنجة. في العام 75 و900 وألف استقر بهذا الحي في الفيلا 15 رجل ثري كان قد عمل قائدا بفاس ومكناس، ولما توفي نحو من عام بعد ذلك ظلت أرملته السيدة حفيظة اليوسفية وابنتها بالتبني حفصة تقيمان في تلك الفيلا الجميلة. لم تكونا تتلقيان زيارات كثيرة إلا ما كان من ربيب للسيدة حفيظة الذي كان يزورهما من حين إلى آخر. لم يكن يصدر عن السيدة حفيظة ذات 40 عاما ولا عن ابنتها ذات 20 ما يثير الانتباه، ولكن الأنظار ستتجه إلى الفيلا 15 في حي الشرف بطنجة في العام 93 900 وألف، حين شغلت السيدة حفيظة شابا قادما من الفقيه بن صالح كسائق. لم يكن في سلوك هذا الشاب الذي لم يكن يتجاوز عمره 25 ما يثير الشبهة، ولكنه مع ذلك صار موضوع جلسات نميمة التي تجمع من حين إلى آخر سواق وحراس الفيلات المجاورة. كان السائق الشاب ويسمى إدريس يقوم بعمله ولا يشاركهم جلساتهم. في 15 من أكتوبر من العام 2000 في 11 ضحى تلقت مصالح الوقاية المدنية مكالمة هاتفية من الفيلا 15 في حي الشرف. كان المتحدث يبلغ عن سيدة في حالة خطيرة بسبب إفراطها في تناول دواء، وقال إنها قد تموت. المعروف أن الوقاية المدنية ترتبط بخط مباشر مع شرطة النجدة. خلال دقائق قليلة كانت سيارة إسعاف وأخرى للشرطة تقفان بباب الفيلا 15 في حي الشرف. كانت حفصة والسائق إدريس في الباب. دخل رجال الإسعاف. كانت السيدة ممددة على سريرها في حالة غيبوبة. تم نقلها على عجل إلى المستشفى. كان عميد شرطة حي الشرف حاضرا، وكان واضحا أنها تناولت كمية كبيرة من منوم شديد المفعول. بجانب السرير عثر العميد على علبة المنوم فارغة، سلمها أحد مساعديه وطلب منه تقديمها للطبيب الذي سيتولى حالة المرأة. كان على الشرطي أن يسجل كل ما قد تقوله تلك السيدة. بعد أن تحركت سيارة الإسعاف قام العميد بجولة داخل الفيلا ترافقه حفصة. قالت إنها كانت غائبة عن البيت منذ يومين، وإن السائق إدريس كان معها، وقد عاد بعد أن توصل إدريس من حفيظة بمكالمة هاتفية تطلب منه الحضور على عجل لأنها في خطر. أضافت حفصة أنه لما دخل غرفة نومها وجدها ملقاة على فراشها والألم يمزق أحشائها. ما لبثت أن دخلت في غيبوبة. إذ ذاك اتصل إدريس بالوقاية المدنية كما اتصل بي فحضرت مسرعة. خلال جولته داخل الفيلا لم يلاحظ عميد شرطة الشرف ما من شأنه أن يدفع بالتحري في اتجاه آخر غير الإفراط في تناول المنوم. ولما كان يهم بالانصراف توصل بمكالمة من مساعده الذي رافق حفيظ اليوسفية على مت سيارة الإسعاف. قال الضابط إن المرأة أفاقت من غيبوبتها قبيل الوصول إلى المستشفى. قالت إدريس هو السبب في هذه المصيبة. بعدها عادت لتغرق في غيبوبتها من جديد. في قسم المستعجلات لم يلاحظ الطبيب الذي استقبلها وجود ما يدل على أنها تعرضت لأعمال عنف، ولكنه استنتج أن حياتها على كف عفريت. أخضع الطبيب حفيظة لعملية غسل للمعدة، ولكنه لم يستبعد أن يكون تدخله جاء متأخرا، فقد امتص جسمها الكثير من مكونات تلك الأقراص المنومة التي ابتلعتها، ولذلك تم وضعها تحت الرعاية الطبية المركزة. مباشرة بعد توصله بتلك المعلومات
اتصل العميد بوكيل الملك بطنجة وأبلغه بكل ما توصل به في شأن ساكنة الفيلا 15 في حي الشرف. كانت التعليمات التي توصل بها من وكيل الملك أن يبقى في عين المكان وأن يتحفظ على ابنتها حفصة وعلى السائق إلى أن يجد جديد. طلب وكيل الملك من العميد أن يبلغه بكل تطور بعد الظهر لاتخاذ الإجراءات التي يمليها الأمر. ترك العميد مساعده في الفيلا ثم توجه إلى المستشفى للحصول على المعلومات الكاملة من الطبيب الذي يتولى المستعجلات. ما أن سأله حتى أجابه بأن المرأة فارقت الحياة، وأنه يتعين إجراء تشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. اتصل العميد بممثل النيابة العامة وأبلغه بأن السيدة حفيظة اليوسفية قد توفيت. وافق ممثل النيابة العامة على إخضاع جثتها للتشريح بعد الظهر ربحا للوقت وللتعجيل باتخاذ الإجراءات التي يمليها الموقف. تلقى عميد شرطة الشرف أمرا بإجراء تفتيش دقيق للفيلا بحثا عن كل ما يمكن من تسليط الضوء الكافي على قضية وفاة السيدة حفيظة. وحتى إن كانت قد انتحرت فإنه يتعين التيقن من أن أي شخص آخر لم يساعدها على الانتحار، لأن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. كان ضروريا توسيع نطاق البحث إلى جوار سكنى الهالكة. كان الضابط المكلف بالتحري في الجوار يبحث عن شخص ما يكون على علم بجانب أو جوانب من حياة سكان الفيلا 15. لم يطل الانتظار إذ التقى أحد الحراس. كان الرجل يعمل في جوار سكنى الهالكة منذ سنين. قال الحارس إن بيت السيدة حفيظة كان نموذجا لبيت الأسرة التي لا تثير الانتباه ولا الشبهة، ولكن كل شيء تغير بعد أن حل بتلك الدار السائق إدريس. بنبرة علتها حسرة وربما حسد دفين، مضى الحارس إلى أن إدريس السائق صار المتصرف في كل شيء. لقد سحر المرأة وابنتها، حتى ربيبها الذي كان يزورها من حين إلى آخر لم يعد يفعل. لقد صارت محل شبهة. كان الحارس يعلم عنوان الربيب وقد دل الضابط عليه. تم الاتصال بربيب السيدة حفيظة وكان يسكن طنجة. قال إن أرملة أبيه ظلت على مدى سنوات ترفض كل عرض للزواج. كانت سيدة محترمة لا تشوب سلوكها شائبة، ولكنها تبدلت بعد أن شغلت السائق إدريس، إذ ما لبثت أن أوكلت إليه تدبير كل شؤونها. كان ذلك سببا في قطيعة قامت بينها وكل الناس الذين كانت ترتبط بهم. عملية التفتيش الدقيقة التي تم إجراؤها داخل المنزل لم تمكن من العثور على ما يضيف جديدا يفيد التحقيق حول سبب وفاة السيدة حفيظة. تم العثور على أوراق تخص الهالكة، منها أوراق بنكية ودفتر للحالة المدنية في اسمها، وظرف مختوم كتب عليه: هذه رسالة إلى ابنتي حفصة لا تفتح إلا بعد وفاتي. كان كناش الحالة المدنية والظرف المختوم الذي طلبت السيدة حفيظة ألا يفتح إلا بعد وفاتها يثير لدى عميد الشرطة أسئلة كثيرة. كان العميد أمام لغز حقيقي زاده تعقيدا غموض أقوال إدريس السائق وحفصة ابنة حفيظة بالتبني. في كناش الحالة المدنية الخاص بالهالكة في الصفحتين 3 و4 سجل مولودان: الحسن والحسين توأمان، ولدا في 16 من غشت من العام 2000 من أبيهما إدريس النماوي وأمهما حفيظة اليوسفية. سأل العميد السائق إدريس: هل أنت هو إدريس النماوي؟ نعم سيدي. هل أنت المذكور في كناش الحالة المدنية؟ لا سيدي، أنا متزوج من حفصة، الولدان ولدانا، إنني أستغرب تسجيلهما في دفتر الحالة المدنية لمن هي في حكم جدتهما. أيدت حفصة أقوال إدريس، بدا للعميد أنهما متواطئان ويحرصان على إخفاء حقيقة أو سر ما. اتصل العميد بوكيل الملك الذي طلب منه استجوابهما كلا على حدة. تم نقلهما إلى مفوضية الشرطة. ما أن وصل العميد حتى أمر بإدخال إدريس،
بينما أبقى على حفصة في مكتب مساعده. واجه العميد إدريس السائق بدفتر الحالة المدنية وبالتوأمين المقيدين في اسمه واسم الهالكة حفيظة اليوسفية. واجهه أيضا بما قالته حفيظة وهي في الطريق إلى المستشفى. قالت: إدريس هو السبب في هذه المصيبة. ظل إدريس متمسكا بأقواله، ولذلك تقرر أن يحال على الشرطة القضائية. لما تناهى إلى علم حفصة أن إدريس سينقل إلى مصلحة الشرطة القضائية، أسرعت إلى مكتب العميد. صرخت في وجه إدريس: إذا كنت تبدي حرصا على الحفاظ على شرف العائلة فإن الأمر لم يعد يهمني، إما أن تقول كل الحقيقة وإلا فسأتولى الأمر بنفسي. لم ينبث إدريس ببنت شفة، ظل صامتا مطأطئا الرأس. غدا نكمل القصة. سائق وامرأتان، الحلقة الأخيرة. في الحلقة السابقة رأينا كيف ماتت السيدة حفيظة اليوسفية، فارقت الحياة بعد أن تناولت كمية كبيرة من الحبوب المنومة. اكتشف المحققون أنها كانت تتوفر على كناش للحالة المدنية، حيث تم تقييد ولدين توأمين، بما يفيد أنهما ولداها من إدريس النماوي السائق. ولكن إدريس أبدى استغرابه لتسجيل الطفلين في اسم من هي في حكم جدتهما، وأكد أن الطفلين هما ولداه من زوجته حفصة، وهي بنت الهالكة بالتبني. أثار عميد الشرطة في حي الشرف بطنجة موقف إدريس النماوي وحفصة. بدا له أنهما متواطئان وربما يريدان إخفاء سر ما. لما نقل إلى مفوضية الشرطة تقرر استجوابهما كلا على حدة. أصر إدريس على مواقفه، ولذلك تقرر أن يحال على مصلحة الشرطة القضائية. كانت حفصة في مكتب مساعد العميد تنتظر دورها، ولما تناهى إلى سمعها أن إدريس سوف ينقل إلى مصلحة الشرطة القضائية أسرعت إلى مكتب العميد. صرخت في وجه إدريس: إذا كنت تحرص على شرف العائلة فإن الأمر لم يعد ذا أهمية بالنسبة إلي، إما أن تقول الحقائق كلها الآن أمام السيد العميد، وإلا توليت الأمر وكشفت المستور. ظل إدريس صامتا مطأطئا الرأس. كان فيما قالته حفصة ما يثير شهية المحققين. توقعوا أن يعترف إدريس بأنه من ساعد حفيظة على الانتحار، وقد تهامس بذلك من كان حاضرا من الضباط في مكتب العميد. في جانب من المكتب تم إعداد الآلة الكاتبة استعدادا لتدوير ما سيفضي به الرجل. قال إدريس وهو يحاول التخلص من بحة اعترته للحظات الصمت الطويلة: ما دامت زوجتي مصرة على كشف الحقيقة سأقول كل شيء، ولكن أرجوكم لا تقاطعوني، دعوني أمضي بالقصة إلى نهايتها. إنني على استعداد لكل عقاب ينزل بي إن تبين لكم أنني كذبت. نظر إلى العميد الذي أشار إليه أن تكلم. قال إدريس: اسمي إدريس النماوي، ولدت في قرية أولاد النمة بنواحي الفقيه بن صالح في العام 69 وألف. كان والدي فلاحين، لم يرزق من الأولاد غيري. تابعت الدراسة حتى السنة الرابعة من التعليم الثانوي. كان والدي الذي ألم به مرض بحاجة إلي لمساعدته في الأشغال الفلاحية، ولذلك تخليت عن الدراسة. لما بلغت 18 توفي والدي. عاما بعد ذلك توفيت والدتي. لم يكن لي أعمام أو أخوال، صرت وحيدا في أولاد النمة. لم أعد أطيق الحياة هناك بعد وفاة والدي، ولذلك سلمت أرضي إلى أحد الجيران يقوم بها لقاء نصف الغلة. توجهت إلى الدار البيضاء أبحث عن عمل. اشتغلت في أوراش البناء ونادلا في المقاهي، وانتهى بي المطاف مساعدا لسائق شاحنة لدى الحاج بوشعيب العلام التاجر المعروف في سوق الجملة للخضر والفواكه. بعد أن اكتسبت بعض الخبرة في سياقة الشاحنات اجتزت امتحان السياقة وحصلت على الرخصة. بقيت أعمل للحاج بوشعيب. كنت أعمل على المسافات الطويلة، أجلب التفاح والإجاص من آزرو ومريرة وخنيفرة. في الدار البيضاء التقيت شبانا من الفقيه بن صالح. قالوا لي: لو تمكنت من السفر إلى أوروبا
لاشتغلت لقاء أجر هو أضعاف ما يمنحني الحاج بوشعيب العلام. وهكذا ترسخت في ذهني فكرة الهجرة إلى أوروبا. صار همي الوحيد أن أجمع بعض المال وأتوجه إلى طنجة للإبحار إلى إسبانيا. في مايو من العام 93 900 وألف وصلت إلى طنجة. عرفني أحد السماسرة إلى شخص ينظم رحلات الهجرة السرية إلى إسبانيا. طلب مني 10,000 درهم. دفعت له دون تردد. في تلك الليلة كنت ضمن مجموعة من الشبان على متن قارب خرج بنا من ميناء طنجة بلا مشاكل، ولكن دورية للبحرية الملكية رصدتنا. اعتقلت مع من تم اعتقالهم. حكم علينا بالسجن شهرا. كان العميد ومساعدوه يصغون باهتمام إلى قصة إدريس. في جانب من المكتب كان ضابط يمنح أقوال إدريس إيقاعا بصوت آلته الكاتبة. واصل إدريس: في سجن طنجة تعلمت أشياء كثيرة. أدركت أن الهجرة إلى أوروبا تقتضي أن تكون مقيما في طنجة وأن تخطط للأمر بدقة. بعد أن خرجت من السجن كنت أبحث عن عمل. أتيحت لي فرصة من ذهب أن أعمل سائقا لدى السيدة حفيظة اليوسفية. وصلني بها أحد السماسرة. اتفقت معها على أجرة شهرية بقيمة 1200 درهم فضلا عن المأكل والمسكن. وفرت لي سكنا في إقامتها الفسيحة. لم يكن العمل شاقا. كنت أيضا أعتني بالحديقة. في يوليوز من العام 95 طلبت مني السيدة حفيظة أن أستعد لسفر إلى نواحي وزان. كانت تملك ضيعة كبيرة هناك. لما وصلنا كان في انتظارها عدد من الرجال. أعتقد أنها كانت على موعد معهم. بعد جولة في الضيعة دخلت رفقتهم إلى منزل هناك، بينما بقيت في الخارج أنتظر. لاحظت أن من بين أولئك الرجال سمسار غلال أعرفه. كان يتعامل مع الحاج بوشعيب العلام. كان يقف مع رجل آخر غير بعيد مني، لم يرني. سمعته يقول: ادفع لها شيكا ب200 مليون وسوف يدفع لك الحاج بوشعيب ضعف المبلغ. خرجت السيدة حفيظة بدت مسرورة. لما كنا مغادرين وزان قالت لي إنها باعت محصول التفاح ب200 مليون. إذ ذاك أخبرتها بما سمعته من سمسار الغلال. أخبرتها بعملي السابق مع الحاج بوشعيب. عرضت علي 50 مليونا إن أنا أحضرت الحاج بوشعيب وتمكنت من التعامل معه مباشرة. بعد يومين تم لها ما أرادت، وقد أعطاني الحاج بوشعيب 10 ملايين فيما ظلت هي تسوف. ذات مرة طلبت مني أن أرافقها إلى مكتب منعش عقاري. وقع اختيارها على شقة من 3 غرف. دفعت للرجل شيكا ثم غادرنا، وفي اليوم التالي عدنا إلى مكتب المنعش العقاري. قالت لي إنها ستسلمني المبلغ الذي وعدتني به. في مكتب البيع قالت إن الشقة التي اختارت هي شقتي، وما علي إلا أن أدفع 10 ملايين التي بحوزتي لإتمام البيع. لا أستطيع أن أصف فرحتي. منذ إذن تطورت العلاقة بيني ومشاغلتي. في 18 من غشت، ما زلت أذكر ذلك التاريخ، طلبت مني أن أجهز السيارة للسفر إلى كابو نيغرو لقضاء أسبوع هناك. بعد الظهر كنت مستعدا للسفر، لكنها استدعتني إلى الداخل. أعطتني بذلة جديدة وحذاء وقميصا. طلبت مني أن أغير ملابسي لأن المكان الذي سنذهب إليه يقتضي أن أكون أنيقا. لما وصلنا الفندق في كابو نيغرو قالت: عليك يا إدريس أن تفعل كل ما سأطلبه منك. كانت قد حجزت جناحا في الفندق، غرفة لها وغرفة لي. دخلنا الجناح، غيرت ملابسها ثم خرجت. طلبت مني أن أرافقها إلى المطعم. كانت هناك طاولة محجوزة لها. جلست وبقيت واقفا. طلبت مني أن أجلس. قالت لي: أنا ضيفها. امتثلت. كان عشاء فاخرا. قال إدريس إنه في تلك الليلة تذوق الشامبانيا للمرة الأولى في حياته. استمرت السهرة حتى قرب الفجر. عاد إلى الفندق.
كان لا يصدق ما يعيشه. دخلت إلى غرفتها واستلقى هو على فراشه وهو يستعيد شريط السهرة. فجأة فتح باب الغرفة. كانت حفيظة واقفة بالباب ترتدي لباسا شفافا. أطفأت النور وألقت بنفسها إليه. في نهاية المغامرة خيرت حفيظة إدريس بين الزواج أو أن يظل لها عشيقا. اختار الزواج. صار الآن زوج السيدة بعد أن كان سائقها. علم منها لاحقا أنها لم تكن امرأة سعيدة كما كان يبدو، فقد تم تزويجها لرجل عاجز وهي في 14 من عمرها. كانت تعاني في صمت. بعد 2 يقول إدريس تبين أنها لن تستطيع الإنجاب، بينما أنا أفكر في خلف يحمل اسم عائلتي. اقترحت علي أن أتبنى طفلا، وتطور الأمر إلى أن عرضت علي الإنجاب من ابنتها بالتبني حفصة. سافرت هي في رحلة إلى إسبانيا ليخلو لي الجو، ولكن حفصة امتنعت واشترطت أن أتزوجها زواجا شرعيا. توجهنا إلى الفقيه بن صالح، هناك تم الزواج. عادت حفيظة من رحلتها. بعد 2 ظهرت علامات الحمل على حفصة. سرت حفيظة لذلك. لما آن أوان الوضع نقلت حفصة إلى واحد من أحسن المصحات في طنجة، وضعت ذكرين توأمين. لما كانت حفصة في المصحة لاحظت تصرفات غريبة من والدتها بالتبني. رأتها تنفرد بإحدى الممرضات وتعطيها حزمة من الأوراق النقدية. استفسر إدريس الممرضة، ردت بأن السيدة حفيظة سيدة كريمة. قالت إنها لم تنس يوم أعطتها 1000 درهم، ما يكفي وقتها لشراء سيارة لتتبنى طفلة لأبوين فقيرين من العرائش. طلبت حفصة المزيد حول تلك الطفلة وحول والديها. استطاع إدريس أن يحصل على ما يريد. صار يتوفر على عنوان أبوي الطفلة في العرائش. لم تكن تلك الطفلة سوى حفصة. بعد أيام تمكن من الوصول إلى تلك الأسرة الفقيرة. كانت أمها ما تزال على قيد الحياة، بينما كان والدها قد توفي منذ 5 أعوام. أيقنت حفصة الآن أنها ليست لقيطة كما توهمت. بعد حفل عقيقة التوأمين ساءت علاقة حفصة بوالدتها بالتبني. صارت تميل إلى العدوانية في علاقتها بها. ذات مرة صدعت بحقها في المعاشرة العادلة من زوجها إدريس. صدمت حفيظة، عيرتها، وصفتها باللقيطة والعاهرة. إذ ذاك كشفت لها الحقائق: حقيقة زواجها من إدريس، وحقيقة أسرتها التي استطاعت أن تعثر عليها. قال إدريس: طردتنا حفيظة من البيت ورفضت تسليمنا الطفلين. يومها فقط علمنا أنهما مسجلان باسمها في كناش الحالة المدنية. يوم ولد تمكنت من الحصول على شهادة باسم حفيظة اليوسفية عوض اسم حفصة اليوسفية. أصغى العميد إلى الحكاية الطويلة لإدريس، ثم سأله عن الحسابات الخاصة بالهالكة. لم يتم اكتشاف ما يفيد بتورطه أو تورط حفصة في مساعدة حفيظة على الانتحار. ختم المحضر في مفوضية الشرطة، واقتيد إدريس وزوجته إلى مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. استمع إلى أقوال الظنينين ولم يجد فيها ما يبرر إبقاءهما رهن الاعتقال. مع الأمر بإخلاء سبيلهما طلب من حفصة أن تفتح الرسالة التي خلفتها أمها بالتبني. كانت تطلب منها الصفح. في تلك الرسالة أعلنت حفيظة أنها فوتت كل ما تملك إلى الحسن والحسين ابني حفصة وإدريس. ملفات بوليسية. ملفات بوليسية. نزيل شاطئ الصقور. لما بلغ العميد عيسى بن نصير 50 وكان قد أمضى زهرة شبابه في خدمة الأمن الوطني، تم تعيينه في العام 2004 على رأس مصلحة الشرطة القضائية بسلا. كان ذلك تتويجا لمسار مهني حافل.
ذات مرة بينما كان في إحدى المهمات أصيب بنوبة قلبية، نقل على عجل إلى المستشفى حيث حصل على الإسعافات الضرورية. على مدى 3 أيام ظل في شبه غيبوبة، لم يستعد وعيه كاملا سوى في اليوم الرابع. وقد استنتج الأطباء أن ما أصابه كان من جراء الإرهاق الذي يعاني منه والإجهاد الذي لا يطيقه من هو في مثل سنه. نصحه الأطباء بضرورة التخفيف من وتيرة عمله وبأن يخصص أسبوعيا يومين كاملين للراحة ومزاولة بعض الأنشطة الرياضية. كان له أن يختار بين المشي وممارسة الصيد، ولما كان الصيد هواية قديمة له فقد اختارها ولم يكن قد تخلى عنها إلا تحت ضغط العمل. بعد أن غادر المستشفى ومالت حالته الصحية إلى التحسن، اشترى العميد عيسى أدوات الصيد، ترقب حلول يوم السبت، واصطحب معه ابنه الأصغر هشام إلى شاطئ سيدي موسى الدكالي بسلا. أخذ ما يكفيهما من طعام وماء. في ذلك الصباح حيث لا صوت سوى هدير الموج وصيحات النوارس، انتابه إحساس غريب، ها هو يعيد صلته بالبحر وبالصنارة. انهمك في الصيد، لم يحس بمرور الوقت إلا حين ارتفع صوت المؤذن من الجامع الأعظم مناديا إلى صلاة الظهر. وقتها فقط تفقد ولده هشام، لم يره بالقرب منه، صار يناديه بأعلى صوته لا من مجيب. جال ببصره في كل ما يحيط به، لا أثر للصبي. صعد إلى أعلى صخرة، تراءى له على بعد نحو 100 متر عند أسفل صخرة كان معه طفل آخر، كان يلعبان. الآن فقط اطمأن، نزل من الصخرة ومضى نحوه، أراد أن يوبخ ولده لأنه ابتعد عنه دون أن يخبره. رد الفتى بأن انتظاره طال دون أن يحصل ولو على سمكة واحدة. لاحظ العميد أن الطفلين كانا يلهوان حول حفرة بها أسماك صغيرة، وقد تمكن من الإمساك بعدد منها. وبينما كان العميد يحاول إجبار ابنه على البقاء بجانبه، ظهر من وراء صخرة مجاورة شيخ كث اللحية رث الثياب. أبلغ العميد بأن الطفل الآخر هو ابنه وأن لا خوف عليهما، فالمكان آمن وبعيد عن حافة البحر. تناول العميد وولده وجبة الغذاء وتقاسماها مع الطفل، وقد علم أن اسمه مروان. في ذلك اليوم كان العميد محظوظا، لما أذنت الشمس بالمغيب عاد إلى منزله وقد ملأ سلته بما اصطاده من سمك. كان ولده هشام قد علم أن والده سيعود إلى الشاطئ في الغد، ولذلك ضرب موعدا هناك لصديقه الجديد. في الصباح استيقظ هشام باكرا، أعد معدات الصيد وأضاف إليها كيسا وضع فيه بعض الملابس والأحذية. لما سأله والده عن ذلك أخبره أن الطفل مروان الذي يعيش مع ذلك الشيخ في شاطئ سيدي موسى الدكالي يتيم الأبوين، وأن الشيخ إنما تكفل برعايته. لم يأتي هشام بمعلومات أخرى. وقد سر العميد عيسى لما قام به ولده، ثم انطلق إلى الشاطئ. لما حان وقت الغذاء دعا العميد عيسى الشيخ والطفل مروان وتقاسم معهما الطعام الذي أحضره من المنزل. لاحظ أن الطفل يأكل بطريقة تشي بأنه لم يأكل منذ فترة، بينما لم يأكل الشيخ إلا القليل وظل صامتا طوال الوقت. كان الطفل يتمتع بحيوية ونشاط، وكان يبين عن فطنة. سأله العميد عن علاقته بالشيخ، قال إنه لما توفي والداه تباعا اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة، كان ذلك منذ ما يقرب من سنة، لأن أقرباءه من جهة أبيه أهملوه، وإنه لما صار يتسكع في الشوارع التقى بالشيخ الذي آواه في المغارة التي يعيش فيها في الشاطئ الصخري. بدا للعميد أن وراء الأمر سرا، وخشي أن يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة. تظاهر بالإعجاب، ولذلك طلب أن يسمح له بمعاينة المغارة التي يعيش فيها الشيخ والطفل. قال إنه يريد أن يعرف المكان، فربما قدم لهما مساعدة يوما ما. لما وصل عاين من باب المغارة البؤس الذي يعيشان فيه.
كانا يفترشان قطع ورق مقوى. كانت في المغارة أيضا بعض الأغطية البالية، ولا شيء غير ذلك. أثار ذلك الحال الفضول والكثير من التساؤلات في نفس العميد. علم أن الشيخ تبنى الصبي منذ بضعة أشهر، ويحاول قدر المستطاع أن يخفف من وقع اليتم على نفسه. قال له الشيخ إنه يقوم من حين لآخر بأعمال تدر عليه بعض المال وتتيح له تأمين حياة بسيطة. نصح العميد الشيخ بأن يعيد الصبي إلى المدرسة، ولكن الشيخ رد أن ليس في وسعه ذلك، لأنه ولا الطفل يتوفران على الحالة المدنية. قال إنه لا يرى فائدة في التوفر على كناش الحالة المدنية. قال له العميد إنها الوثيقة الأولى لإثبات الهوية. صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما الذي أفعله بوثيقة الهوية؟ إنني في غنى عنها. إذ ذاك سأله العميد عمن يكون. قال الشيخ ذو اللحية البيضاء: ينادونني بسلام. بسلام لا أقل ولا أكثر. هل لديك بطاقة تعريف؟ سأل العميد. لا. لماذا؟ لأنني ميت. كيف تدعي أنك ميت وأنا أراك أمامي حيا ترزق؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما تراه يا سيدي ليس سوى الجسد، أما الروح فقد عرجت إلى السماء. بدا للعميد عيسى بن نصير أن حكاية الشيخ ربما تخفي لغزا يتعين فكه. زادت مخاوفه على حياة الطفل مروان. لقد نشأت بينه وابنه هشام علاقة صداقة. قال للشيخ: سآخذ الطفل إلى دار لرعاية الأيتام ما دمت لست من أقاربه. قال الشيخ: إذا أخذته مني فسوف تقضي على ما بقي لدي من أمل في الحياة. إنني لا أعيش الآن إلا من أجله. يمكنك أن تبقى على اتصال به في دار الرعاية. لا أستطيع ذلك، وهذا الطفل لن يغادر هذا المكان. أنا أبوه وأنا جده وأنا أهله. هذا مستحيل، وبالمناسبة أخبرك بأنني عميد للشرطة، ولن أتأخر في اللجوء إلى استعمال القوة إن أنت حاولت الاعتراض. إذا كان الأمر كما تقول فخذني إلى السجن حتى أستريح مما أعانيه. لماذا تريد أن تذهب إلى السجن وأنت لم تقترف جريمة؟ بلى، لقد قتلت 2 ولجأت إلى هذا المكان حيث أختبئ. قتلت 2؟ بدا العميد وقد فاجأه ما باح به الشيخ. متى وكيف وأين؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: قتلت زوجتي وعشيقها. أين؟ في دوار المنصورية بأحد أولاد جلول قرب علال التازي. صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شك الآن. أخرج العميد هاتفه المحمول واتصل بالمفوضية وطلب حضور سيارة شرطة. كان الشيخ ينصت دون أي انفعال. بدا وقد استراح من عبء سر لم تعد تسعه أعماقه. في الطريق إلى المفوضية كان الطفل يبكي يريد أن يبقى مع الشيخ، وما كاد يهدأ روع الطفل حتى فاجأ الشيخ العميد مرة أخرى. سيدي العميد، أرجوك قبل أن تسوقني إلى السجن أن تأخذني عند الحلاق حتى أتخلص من هذه اللحية، وأرجوك أن تتصدق علي بملابس نظيفة، لأنني أريد أن أتخلص من هذا الشخص الذي أتقمصه وأعود إلى حالتي السابقة من أجل هذا الصبي. ونظر إلى هشام. لما وصل الركب إلى المفوضية أمر العميد بأن تلبى طلبات الشيخ. بعد 2 ساعات كان رجلا آخر، كان يبدو أصغر سنا. لما جلس أمام العميد بدأ اعترافاته. قال إن اسمه عبد السلام بن منصور، وإنه ينحدر من أسرة محترمة، هي أسرة المقدم بوسلهام بن جلول بن منصور. قال إنه ورث عن والده ضيعة من 70 هكتارا كان يستغلها مع أخيه. كان من كبار منتجي الشمندر وقصب السكر، بل إنه صار أمينا عاما لنقابة منتجي قصب السكر. كان العميد عيسى ينصت إليه دون أن يقاطعه. قال إنه تعرف على زوجته في معمل السكر حيث كانت تعمل، وأنجب منها طفلا توفي نتيجة تناوله دواء مخصصا للكبار. منذ ذلك الحين، أضاف، تدهورت علاقتنا، ثم لاحقا اكتشفت أن لها خليلا
كان شابا التحق حديثا بمعمل السكر. صارت سيرتي على كل الألسن، وكان ذلك يذكي في نفسي رغبة في الانتقام. وذات مرة أوهمتها بأنني مسافر إلى الجديدة. بقيت أراقب من بعيد. جاء عشيقها وأخذها. تبعتهما. ذهبا إلى الضيعة. هناك، قال عبد السلام، دخل منزلا تقليديا كنت قد بنيته، ولما أيقنت أنهما في الداخل أتيت ببرميل من البنزين وسكبت ما به حول المنزل المشيد من الطوب والتبن، ثم أضرمت النار. كان يصرخان. حاولا الخروج، ولكن الباب والنوافذ كانت مقفلة بإحكام. بعد ذلك هربت إلى أن استقر بي المقام في شاطئ سيدي موسى. بموازاة مع الاستماع لأقوال عبد السلام أو باسلام، كانت التحريات تتواصل. أثبتت أنه فعلا من تلك العائلة الميسورة، كما أكدت التحريات أن زوجته وعشيقها نجيا من الحريق إذ أغاثهما المزارعون، بينما كان هو يحسب أنه قتلهما. حرر العميد عيسى المحضر، وتم تقديم عبد السلام بن منصور إلى النيابة العامة التي لم تجد ما يتيح توجيه التهمة إلى الرجل، فأخلي سبيله. وقد أشار عليه العميد بأن يتقدم بطلب رسمي لكفالة هشام. ملفات بوليسية.